قبل ما اصور هذا الفيديو كتير فكرت انه اعمل حلويات باردة تبرد على قلبنا بهالشوبات، بس بنفس الوقت ما بدنا اياها تكون بدها براد لفترة طويلة. مثل ما بتعرفوا كتير عم نعاني من قلة الكهرباء بهي الفترة، فما لقيت اسهل واسرع من هذا الحلو البسيط اللذيذ. خصوصا الناس اللي بتحب جوز الهند اكيد رح تحبوا هاي الوصفة. تابعوها وتعالوا لنشوف طريقة التحضير. طنجرة على البارد، ضفت كوب سكر، وإذا بتحبوا الحلاوة أخف فيكم تحطوا نصف كوب بكفي، مع كوبين من جوز الهند المبروش الناعم. كمان ضفت عليهم نصف كوب من النشا الكورن فلاور، بالإضافة لمعلقتين كبار طحين. هلأ رح أضيف عليهم لتر حليب بما يعادل 4 أكواب بأكواب المقاس. كوب المقاس اللي استعملته سعته 250 ملي. بخلط على البارد كتير منيح لحتى تمتزج المكونات بشكل كتير منيح. رح احط الطنجرة على جنب. بهالوقت رح ادهن البايركس او الصينية اللي بدي اقدم فيها الحلا بنقطة زيت صغيرة مشان يطلع معنا بسهولة. وهلأ حطيت الطنجرة على نار متوسطة مع التحريك المستمر لحد ما يبلش يسخن عندي الخليط. اول ما يبلش يسخن عندي بضيف عليه معلقتين كبار زبدة وبقلب لحتى يتقل عندي الخليط ويغلي. هيك الخليط غلى عندي وتقل مثل ما شايفين. فورا بنضعف النار بهي المرحلة وبضيف عليه اخر شي معلقة كبيرة فانيليا، واللي بيحب نكهة ماء الزهر فيكم تحطوا معلقة كبيرة ماء زهر. وبقلب بتركه يغلي 30 ثانية تقريبا مع التقليب، وبعدين برفعه من على النار فورا وبسكبه بالصينية او البايركس اللي حضرناه عجرة. برتب السطح كتير منيح بهذا الشكل بسباتيولا او المعلقة. بدنا نحاول نكون سريعين شوي بهي المرحلة لانه الخليط فورا بيجمد عنا. رح هز الصينية كمان شوي مشان يستوي عندي السطح. هلأ بحطه على جنب يبرد بحرارة المطبخ، وبهالوقت رح احضر للكريمة. رح نحتاج لظرف من الكريمة الشانتيه البودرة. انا الظرف اللي استعملته وزنه 120 جرام. رح اضيف عليهم معلقة صغيرة فانيليا بتعطيها نكهة كتير طيبة، مع كوب الا ربع حليب سائل بس لازم يكون بارد كتير مشان تجمد عنا وتطلع أزبط. وهلأ ببلش اخفقها على سرعة منخفضة، بعدين بنعلي السرعة تدريجيا مشان ما تطير عنا الكريمة. نخفقها شي 4-5 دقايق لحتى تتكاثف كتير منيح وتسمك، تصير عندي بهذا القوام الواضح معنا بالفيديو. بالنسبة للكريمة هي اختيارية، فيكن تكتفوا ما تحطوا على الوش كريمة او تزينوها بالكريمة، وكمان فيكن تبدلوا الكريمة بقشطة كمان بتعطيها طعمة كتير طيبة. بعد ما بردت الأكلة واخدت هيك وش ببلش افرد الكريمة وملسها كتير منيح، وزعها بكل الزوايا لحتى تصير متساوية بهذا الشكل. هلأ كمان رح ملسها بالسباتيولا، حبيت تكون مرتبة اكتر. وهلأ رشة بسيطة جوز هند، طبعا اختيارية، يلي بيحب يحط. وكمان رشة فستق حلبي كتير بيعطيها طعمة طيبة. بعد هيك بنحطها بالبراد او انا حطيتها بالفريزر مثل ما قلت لكم لانه عنا ما في كهرباء، فبحط الحلويات بالفريزر حتى يبردوا منيح كم ساعة لحتى يبردوا منيح. وخلص هيك بتكون صارت جاهزة باردة وبتشهي. هلا رح اقطعها يا عيني. وهلا اضافة اللمسة الاخيرة اللي هي زرار الورد بتعطي الحلويات شكل كتير حلو، انا كتير بحب زين فيها. شوفوا جمال القطعة ما شاء الله، شي على عيني. الناس اللي بتحب جوز الهند ضروري تجربوا هاي الوصفة رح تعجبكم. إذا كملتوا الفيديو لهون وعجبتكم الوصفة ضروري تحطوا لايك للفيديو وتدعموني بكلمة طيبة، ولا تنسوا إنه تعليقاتكم الحلوة بتحفزني على تقديم الأفضل إن شاء الله. بشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم.